السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاملين إيه يا أحباب؟ هنعمل مع بعض كيكة الكوكيز يا ولاد بطريقة سهلة وبسيطة جدا. معانا كوباية سكر، حطينا عليهم معلقة عسل أسود عشان مش بتاع عندي السكر البني. تمام. كوباية إلا ربع زبدة نزلنا بقى على السكر كده مع بيضة. 2 باكت فانيليا. اللهم صل على حضرة النبي. كوبايتين دي يا ولاد، ونص معلقة بيكنج صودا ونص معلقة بيكنج باودر. ونزلنا بالمقادير دي كلها مع بعض. لو عندك مضرب اليدوي او المضرب البيض حلو قوي هتشتغلي بيه، او بالايد زي ما انا اشتغلت كده حلو قوي. لميناها كده، يعني انتوا عارفين ان هي مش بتتعجن، احنا بنلم بس. حطينا نص كوبايه شوكليت شيبس كده، والباقي هنحطه على الوش. تمام تمام. خلصناها كده وفردنا اول طبقه في الصينيه ما شاء الله، ونزلنا بمكعبات الشوكولاته. عندك شوكولاتة النوتيلا. تمام. انا دلوقتي حطيت مكعبات الشوكولاتة ما شاء الله ولا قوة الا بالله. عايزة اقول لكم طالعة خطيرة وريحتها تحفة والله يا ولاد، حلوة جدا. كده بنفرد بقى مكعبات الشوكولاتة زي ما قلت لكم اهو. لو متاح عندك بقى النوتيلا حطيها عادي، مفيش اي مشكلة، بس بتعملي حرف بقى للصينية من تحت كده عشان الشوكولاتة ما تخرجش بره. وكده عملتها، فردتها بايدي كده، يعني ما عملتهاش على ورقة زبدة ولا حاجة، فردتها بايدي لان العجينة ما شاء الله تحفة في ايدي، حلوة جدا. ونزلنا بباقي الشوكليت شيبس على الوش كده، وكنت مشغله الفرن ودخلناها ما شاء الله على 180 الحراره بتاعه الفرن، او 170 ما شاء الله. طلعت خطيره خطيره يا ولاد ما شاء الله. جربيها وهتدعي لي ان شاء الله. يلا يا حبايب قلبي نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما ننساش الدعوه الجميله بتاعتنا كده لمرضانا ومرضى المسلمين، وندعي دعوة لإخواتنا في غزة، يا رب ينصرهم نصرا عزيزا. وكل سنة وانتم طيبين، يا رب ينعاد عليكم الأيام بخير يا رب. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. جربوها، حلوة جدا والله. هنا كنت باكل بقى وبقول لكم الطعم خطير. كنت فطرت وبعد كده أكلتها في رعاية الله يا حبايبي.